من تجربتي الشخصية التلات حاجات دول لما تيجي تعملهم هتلاقي الناس كلها بتحترمك بلا استثناء، وفي كل المواقف وفي الظروف. واتحداك لو لقيت حاجات أقوى من التلات حاجات دول، لأن هما بالنسبة لي الأساس، والتلاتة خلي بالك متصلين ببعض، لازم يتعاملوا كلهم. أول حاجة هي فكرة احترامك لنفسك. من المستحيل إنك تلاقي الناس تحترمك في الوقت اللي أنت فيه مش محترم نفسك. واحترام الذات من تزكية النفس أو تزكية الذات، وهي إنك ما تحطش نفسك في دور الضحية، ما تستسلمش للمخاوف والأفكار السلبية والمشاعر اللي ممكن توصلك لاعتقاد خاطئ عن نفسك، فتشوف نفسك بطريقة وحشة، فلا ينعكس كترددات حتى إن الناس تشوفك بطريقة وحشة. أنا عارف إن هو غصب عنك، ولكن أنت ليك دور. احترامك لنفسك خدها معادلة، كلما احترمت نفسك زيادة كلما الناس اتأثرت بده بشكل لا واعي من غير ما هم حتى يدركوا أو يحسوا، وهتلاقيهم بيحترموك. كلما تدنى احترامك لنفسك كلما هتلاقي الناس دول برضو بيستشعروا إن أنت شخص سيء. تمام. مثلا حاول من النهارده انك انت ما تسمعش للناس السلبيه، تقلل شويه من الصحاب اللي بيدولك طاقه وحشه بتاثر عليك، انك ما تقارنش نفسك بحياه حد، انك تتعلم من اخطائك، انك تسامح نفسك، ما تبقاش شخص بيجلد نفسه كل يوم. ما تتوقعش حب لمجرد انك اديت حب، ما تتوقعش ان الناس هتعاملك بطريقه كويسه لمجرد انك اتعاملت معاهم بطريقه كويسه. دي مفاهيم انت لما بتدركها وبتبقى واعي بيها بتأثر بشكل عميق جدا جدا في رؤيتك لنفسك. فاللي هو ده في حد ذاته اللي بيأثر بعمق على لاوعي الآخرين، فهتلاقي نفسهم بيحترموك. فاحترم نفسك الناس كلها تحترمك. تاني حاجة، وهي مسألة عميقة شوية، هي فكرة احترامك للآخرين. يعني انك ممكن تتحط في مواقف مع ناس ما بتحترمكش. انا معاك، لازم لكل فعل ردة فعل، وده برضو من قوة الشخصية، لازم ترد. اوكي، بس ما تقعش في شعرة صغيرة، عايزك تفهمني فيها. ما تخليش ردك في حد ذاته يخليك في موقف ضعيف. يعني مثلا في حد صاحبك مرة واحدة قلب عليك ولقيته بيعاملك بطريقة وحشة وقدام باقي صحابكم، لازم ترد، ولازم ما تعملوش بطريقة وحشة زي ما هو بيعمل، ولكن ترد عليه رد اللي هو خلاص ما تتكلمش معايا، طيب أنا بحترم بس اللي بينا، بس مش هعمل كذا. يعني اسبق اللي قدامك بخطوة بإحسانك. عارف المقولة اللي بتقول اتقي شر من أحسنت إليه؟ يعني المبدأ الأساسي في الخطوة التانية دي إن مهما كان الشخص اللي قدامك قلل من احترامك أو عمل حاجات تضايقك لازم ترد عليه، بس ما تقعش في فخ إنك تندفع وتطلع الجانب السيء منك فهو يمسكه عليك غلطة. تمام. الشخص اللي بيحترمك في أسوأ الظروف هو الشخص اللي مش عارف يصطاد لك غلطة من الآخر. تمام. فخلي لكل فعل ردة فعل. صنف الناس اللي انا بحبها وبتحترمني دول ايه، فئة ايه. الناس اللي بحبهم بس بحسهم ساعات مش بيحترموني دول بي، دول سي، دول دي. تمام. فكلما عالت المنزلة ما بتفكرش كتير، بتتعامل بأريحية. كلما قلت منزلة تصنيف الناس اللي انت حاططها كلما استدعى منك انك خلاص انا هعاملك بليفل معين. ده في حد ذاته بيخليه يحترمك او يحس من جواه انك انت شخص واعي ناضج، قوي غامض. والحاجة التالتة بقى هنا دي خلاصة الخلاصة، وبجد انت لو التزمت عليها هتشوف فرق سحري في مجريات حياة يومك وعلاقاتك، ألا وهي التزم الصمت في أغلب الأوقات. علشان الآخرين يحترموك محتاج إن أنت ما تبرزش أو ما تبينش حاجات بعفوية تقلل من احترامهم ليك. يعني كلما اتكلمت أكتر وكلما اتكلمت عن نفسك وإن أنت عايز تبين إن أنت قوي عشان هم يحترموك، وإن أنت مثقف قوي عشان يحترموك، وإن أنت متمرس في حاجة جدا عشان يحترموك، أنت بتظن إن أنت بتعمل لنفسك سبوت أو كده إيه، محور. لكن لأ، الحياة ما بتمشيش كده. انت ممكن باللي انت بتعمله ده الاخرين يكونوا انضج منك او اوعى منك فيكتشفوا او يشوفوا انك انت بتأفور، فدي في حد ذاتها خلاص انت كارتك اتحرق هنا. تمام. فافضل حاجة الصمت، ما تتكلمش عن نفسك كتير، ما تتكلمش عن حاجة ما حدش طلب رأيك فيها. تمام. حاول تكون اغلب الاوقات واخد كده لنفسك كيرف كده او اللي هو ايه، منحنى كده انت قاعد فيه لوحدك، متفاعل وموجود واكتف وكل حاجه، بس صامت، بتسمع اكتر ما تتكلم.
يبان ان الفكره سهله والنصيحه سهله، بس دي من اصعب الاشياء اللي انت ممكن تطبقها، بالذات لو انت كنت من الاشخاص اللي معتمد ان كلامك الكتير عن نفسك وعن الاشياء اللي حواليك هو اللي هيخلي الناس كلها تحبك وتحترمك. الموضوع بسيط، محتاج بس منك التزام، وهو ده صعوبة الموضوع. خلي بالك من حاجة، دي مبادئ أساسية إن أنت حتى في ديننا هتلاقي أحاديث وآيات بتتكلم بشكل صريح عن ده. أول حاجة احترامك لنفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تاني حاجة احترامك للغير حتى وقت الإساءة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت بتغلب عليه بإحسانك. واخر حاجه وهي فكره انك تكون صامت وساكت. من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وبرضه آية في القرآن والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هنا بمعناه الكلام اللي ما بلهوش فايدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلام على الفاضي. اللغو وحش، هيبينك وحش وهتاخد ذنوب عليه كمان. وطالما وصلت معايا للحتة دي من الفيديو فأنت شخص فعلا عندك نية صادقة إنك تحسن من نفسك. ابدأ بالجانب ده وهتلاقي الدرس شغال، الكرمة ماشية كده. اصلح في نفسك شيء هتلاقي الكون كله بيتصالح معاك. أتمنى أن أكون أفدتك، وسي يو في فيديو تاني.